صباح الخير عليكم، واش راكم؟ نتمنى كامل تكونوا ملاح والصحة لاباس. اليوم جيتكم فيديو كيما العادة كيما مولفة فيه مقتطفات تاع تحضير طلبية. هذا الخطرة ماشي تاع مملحات، تاع حلويات. دونك سيتي ان ميلونج تاع حلويات جافة حلويات معسلة. سيتي اون اسي غروند كونتيتي، يعني كانوا من كل حبة من كل موديل 100 حبة 200 حبة. وكملت الطلبية في يومين، يعني كملت هذه الطلبية كملتها في يومين مع افيك ليد دو مي دو سور. خواتاتي الصغار، زوج خواتاتي الصغار عاونوني هكا شويه. دونك في ظرف يومين وجدت هذه الطلبيه اللي كانوا فيها كما قلت لكم حوالي 200 حبه تاع لي صابلي، حوالي 100 حبه تاع المقروط، 50 حبه ولا كتر شويه تاع البقلاوه، 100 حبه تاع الجلجلانيات، 100 حبه تاع هذيك الجاتو سيك تاع الكراميل، هذيك لي ديليسو كراميل، و 100 حبه تاع لي صابلي اللي يجو بلو شوكولا بلون. دونك تشوفوهم. دونك المقروط كان فيه مقروط بريستيج ومقروط نورمال، يعني كان ميلونج اونتر مقروط هذا و لو بريستيج. وكانوا 100 حبه من هذا لو شوكولا بلون، 200 حبة من لي صابلي هذوك لي صابلي سامبل بسكر غلاس وشوية كاوكاو وشوية تاع لي زيكزاك تاع الشوكولا ايتترا. هي في الصح هذه الكمية، هي في الصح زوج طلبيات، طلبية صغيرة كانوا فيها زوج سنيوات تاع صابلي، والباقي هذوما اللي راكم تشوفوا فيهم. دونك الحاجة الأولى اللي بديت بها، بديت بهذوك لي ديليس كراميل. ما صورتش الوصفة، يعني جافي با بريفو ندير فيديو، دونك حتى وين درت لاباط باش بديت نصور. مي اذا راكم حابين اي معلومه ولا اي وصفه بالتفصيل، ما عليكم غير تدخلوا لي في التعليقات و افيك بليزير نبارطاجي معكم كلش بلي ديتاي. دونك هنا نجيب لي مول اللي نخدم بهم هذا لو موديل، نحط عليه الكاوكاو، يعني هذا اللي راح يخليه يجي شباب، كاوكاو محمص وملح رقيق. والحبات نوزنهم 32 غرام. انتوكا راح نخلي لكم الوصفات مكتوبين في صندوق الوصف. مي اذا راكم حابين يعني نعاود نصور لكم ولا يا با بروبليم، قولوا لي برك في التعليقات. دونك طيبتهم يعني لا فيديو هذه حبيت بوكو بلوس نشارك معكم كيفاش ننظم روحي باش يعني نكمل. اما بالنسبه للوصفات بالتفصيل، يعني جو بريفير اشاك فوا تقولوا لي اللي راكم حابين ندير لكم فيديو سبيسيال لهذيك الوصفه. دونك هنا بعد ما درت هذوك لي ديليس وجدت لاباط، عطيت لخواتاتي هما يعمروا لي مول. رحت نوجد لاباط صابلي، حطيت فيها يعني ستون بات صابلي عاديه، درت 500 غرام تاع الفارينه اي انسي دو سويت. كنت بارطاجيت ديجا معكم الوصفه تاع لي صابلي. هنا نحب نزيد لها شويه تاع الكاوكاو، حوالي 2 مغارف تاع الماكله ولا 3 مغارف، راح يعطي لها قرمشه تقعد مده طويله وهي تقرمش، يعني ما توليش طريه. وتاني تمد لها ان بونغو كمان، ميم سي سي دي صابلي سامبل وكامل، نحب هكا نزيد اضافه شويه باش يجو ملاح. دونك وجدت العجينه كما قلت لكم، نقسمها على 3 ولا على 4، كل وحده نمد لها لابول تاعها، ونمد لها لو رولو تاعها والطابع اللي تطبع به، نخليهم يطبعوا. فريمون المون ايدي، يعني لو كان جيت وحدي سا موري بري حوالي 3 ايام 4 ايام باش نوجد الطلبيه هذه وحدي. مي فيكو عاونوني خواتاتي كما قلت لكم، دونك وجدتها في يومين طلبيه كانت وجده اللي فيها بلوس دو 400 بياس. دونك بدينا مع هذوك لي ديليسونوا طابو، نخلي لازم يبردوا. رحت نكمل مع لي صابلي كما شفتوا. درت لو بروميير تور، درت 500 غرام الاولين. بوندون كو خواتاتي يخدموا انا تاني نخدم نطبع. وكي كملنا هذا الدفعه الاولى تاع العجينه، عاودت درت 500 غرام واحده اخرى. وكي كملنا عاودت درت واحده اخرى، دونك درت اونتو كيلو ونص تاع لا مارغرين باش خرجت لي هذيك الكميه الكبيره تاع لي صابلي. دونك هذا لو دوزيام تور، وعاودت زدت ان تروازيام تور. دونك حنا بدينا الصباح، بدينا جويه 9 تاع الصباح هكاك، 8 ونص 9 تاع الصباح. وهنا يليتي انفيرون 13 خدمنا نون ستوب. كملنا مع لي ديليسونوا ولي صابلي. انا لازم يعني انا هي الصح، دونك انا نوجد كامل لي بات لي تروك اسونسيال. وخواتاتي الصغار نمد لهم هكا دي طاش، ماشي صغار، خواتاتي كمان صغار عليا، نمد لهم دي طاش اللي ما يحتاجوش ليكسبيريونس ولا. دونك هنا كي برد شويه لو صابلي، انا نحب نخليه يبرد شويه.
مديت لهم يلصقوه بلا كونفيتور، يعني هذا لاطاش ما تحتاج اكسبيريونس. دونك خليتهم، مديت لهم سنيوات، مديت لهم لا كونفيتور، قلت لهم لصقوا لي صابلي. وانا اونتر طون كنت ندير شغل، كنت ندير في لي صابلي واحد اخرين. هذا كنت نكمل هذاك لو تروازيام تور تاع لي صابلي. دونك درت اشكال مختلفه على حسب الطلب تاع الزبائن. دونك درت دي كاري، دي زوفال، دي رون. هذوما تاع الورده. كاينين اللي نحط لهم النص بالكاوكاو والنص بالسكر غلاس اتسيتيرا. كي كملت كامل مع الصابلي خواتاتي راهم يلصقوا بلا كونفيتور. رحت نبسس المقروط كما قلت لكم، كانت الطلبيه فيها مقروط. دونك رحت نبسس المقروط. بالنسبه للمقروط، المقروط بريستيج والمقروط العادي انا نخدم بنفس العجينه، نفس الطريقه، كلش كيف كيف، برك التشكيل اللي راح يجي مختلف. هذا مكان. دونك حطيت 4 كيلات تاع سميد. كنت بارطاجيت معكم ديجا الوصفه تاع المقروط، مي سي با غاف، نعاودها لكم هكا غابيدمون. دونك نحط 4 كيلات تاع سميد. انا نخدم بماما. المهم سميد يكون خشين شويه. نزيد 2 مغارف معمرين مليح تاع الملح. الملح لازم سينو يجيكم صامت المقروط تاعكم. نخلط. نزيد مغرفه صغيره تاع لافاني، تقدروا تستغنيو عليها، انا نحب هيك اضافه صغيره. ونزيد 2 مغارف تاع سميد رقيق. علاش زدت سميد رقيق؟ باسكو كيما قلت لكم راح ندير المقروط العادي والمقروط بريستيج. دونك زدت هكا 2 مغارف تاع سميد رقيق باش ما يتحليش المقروط تاعي. ميم كي تخدموا العادي، المقروط العادي مليح تزيدوا. كي تخدموا بسميد خشين مليح تزيدوا 2 مغارف تاع سميد رقيق، هكا راح يشد لكم لاباط تاع المقروط. وهنا نزيد ليدام. درت كيلا غير ربع تاع السمن ذايب وبارد، كملتو حتى الكيلا موان دو دوا بالزيت. تقدروا تحطوا لا مارغرين. نديرها فوق السميد ونبسس تري بيان، يعني نحاول ندخل مليح مليح السميد مع الليدام حوالي 15 دقيقة 20 دقيقة هكاك، وانا نبسس حتى نحس باللي الحبات تاع السميد تغلفوا كامل بس ما نحسهم ثقال. نغطيه بان ساشي بروبر ولا بابي سولفوريزي. الا كفاني الوقت العشيه ان شاء الله نطيبو، الا ما كفانيش غدوه نطيبو. انا طيبتو غد من داك باسكو بيان سور ما كفانيش الوقت. دونك كيما قلت لكم خواتاتي خليتهم يلصقوا لي صابلي، هنا كانوا قريب يكملوا. دونك رحت نوجد لهم لاباط تاع الجلجلانيات باش نمد لهم هما يطبعوا وانا ندير حاجه واحده اخرى. يعني هما اللي طبعوا كامل الحلوه، كامل لي صابلي والجلجلانيات هما اللي طبعوهم. انا نوجد لاباط وهما يطبعوا. دونك هذه تاني نورمالمون كنت بارطاجيتها ديجا معاكم الوصفه تاع الجلجلانيه. نحط لا مارغرين، شويه تاع السكر، حبيبات، الجلجلان محمص مرحي، كاوكاو محمص مرحي، لافاني، البيض، الملح، شويه تاع الزيت. نخلط هكا بالفوي. نزيد شويه تاع العسيله، شويه حلوه الترك. ما نكثرش بزاف السكر. انتو راح نكتب لكم كيما قلت لكم كامل المقادير بالتفصيل. ولا ماجوريتي تاع الوصفات كنت بارطاجيتهم معكم. باغ اكزومبل لي صابلي على بالي بلي جلي ديجا بارطاجي، المقروط تاني جلي ديجا بارطاجي بلي ديتاي. دونك بون كاين وصفات بدلت فيهم هكا شويه، كاين بيان سور او فور اي ميزور راني نخدم الطلبيات وكامل، راني مبرفكسيوني وراني نبدل الوصفات شاك فوا نزيد فيهم صوالح باش يجو خير. دونك هنا كملت مع الجلجلانيه، اعطيتها لخوتي يطبعوها، مي دو سور يطبعوها، وانا رحت نوجد البقلاوه. هنا بالنسبة للبقلاوة كنت بارطاجيت تاني معكم الوصفة، بارطاجيت معكم مقادير تاع سنيوة صغيرة، هذيك تاع 15 ولا 20 حبة. بصح هذه الخطرة درت في سنيوة الكبيرة اللي ترفد 55 حبة هكاك. دونك نجيب هذا لو بول يرفد لي نورمالمون يرفد لي 250 غرام تاع الفرينة. دونك حطيت 4 كيلات تاع الفرينة. نورمالمون هنا يكون فايت شويه كيلو تاع الفرينه. نفهمكم كيفاش تحسبوا المقادير تاع البقلاوه. تجيبوا سنيوه تاعكم تضربوا الطول في العرض. باغ اكزومبل السنيوه اللي خدمت بها نورمالمون كانت 40 في 40. دونك تخدموا 40 في 40 يمد لكم 1200 ولا 120 ولا 1200، يمد لكم 1200. دونك تحطوا 1200 غرام تاع تاع الفرينة، ومن بعد هذيك 1200 تقسموها على 4 ديروها ليدام. دونك درت كيلو 200 غرام تاع الفرينة، كي نقسمها على 4 تمد لي
300. دونك نزيد 300 غرام تاع الليدام خليط بين السمن ولا مارغرين، حبة بيض، شوية ملح، شوية تاع لافاني ولا بزاف تاع لافاني باش ما تبقاش هذيك الريحة تاع البيض. انا هذه هي الطريقة اللي نخدم بها. ندير الفارينة نزيد لها الملح وشوية هكا تاع لافاني، ندير هكا ان بوي في الوسط، نحط الليدام نزيدلو البيض ونبدا يعني بلا ما نبسس، ما نكسر راسي نبسس وكامل هكاك. نزيد عليه شويه تاع المزهر ونبدا نطم، هي تطم وميم طون تتبسس هكا باش ما نكسرش راسي نبسسها نجوزها في السيار ومن بعد نطمها. هذيك شغل دو زونا، نطمها وميم طون نبسسها. دونك نبدا نزيد في الماء والمزهر او فور يا مزور غير بالعقل حتى تتلملي العجينه. دونك كيما قلت لكم كيفاش تحسبوا البقلاوه، تديروا الطول في العرض. درت سنيوه اللي فيها 40 على 40 مدت لي 1200. دونك ندير كيلو 200 تاع الفرينه، كيلو 200 تاع المكسرات، الكاوكاو ولا اللوز ولا الجوز اللي حبيتو. ومن بعد هذيك الكميه كيلو 200 هذيك نقسمها على 4 باسكو كل 4 كيلات تاع الفرينه تقبلها كيلة تاع السمن. دونك كيلو 200 هذيك تاع الفرينه نقسمها على 4 تمدلي 300. دونك ندير 300 غرام ولا نقدر نقص شويه نحط حوالي 280 270 غرام تاع الليدام باسكو ما نحطوش كيله كامله تاع الليدام، نحطو كيله موا ان دوا. دونك ندير حوالي 280 غرام هكاك. ميم دي فوا ندير كيله كومبليت نورمال صافي با اون ديفيرونس كبيره، صافي اوكين ديفيرونس. و بالنسبة للمكسرات كيما قلت لكم تاني تحطوا كيلو 200 تقسموها على 3 اللي تمد لكم هذيك كيلو 200 كي تقسموها على 3 ديروها سكر لافارس، و ديروا كيلو 200 تاع العسيلة دو بريفيرونس تزيدوا شوية. انا توجور نزيد حوالي 100 غرام 200 غرام تاع العسيلة هكا باش تجي معسلة تري بيان. فوالا نورمالمون زدت وضحت لكم بالنسبة للبقلاوة، على بالي هذا لو بروبليم عند بزاف تاع الناس. هنا بعد ما طمت لي العجينه قسمتها على 3 كويرات هكا باش ترتاح باسكو ما راحش نخليها بزاف. دونك قسمتها نخليها حوالي ساعه برك ولا زوج باش نديرها العشيه، نطيبها في الليل نخليها تريح توت لا نوي باش غد من داك نقسمها. هذه ما تحبش يعني ما تسحقش تريح مده طويله. شوفوا القوام اللي تتحصلوا عليه. دونك نعجنهم هكا شويه حتى يولوا ليس، نحطهم دون ان ساشي ونخليهم ا تمبيراتور امبيونت. لا ما لازمش تكون لا شامبر ولا البلاصه اللي تخدموا فيها بزاف دافئه، مي فوالا ا تمبيراتور امبيونت. نخليها دو كوتي. هنا كي يلصقوا كامل هذوك لي صابلي، انا هذو اللي يجوا بسكر غلاس كيفاش نحب نديرهم. نحب نجيب كامل هذيك الجهه الفوقانيه اللي فيها لو تخو، نحطها في سنيوه ونرش عليها سكر غلاس ومن بعد نلصقها. بصح هذه الخطره تالمون كانت كونتيتي كبيره ايتو، دونك مديت لهم لصقوها كامل على ضربه ومن بعد رشيت عليها سكر غلاس ودرت لها لا كونفيتور في الوسط بلا بوش. لا بوش تعاونكم خير من كي تخدموا بلا كويير. دونك لا بوش ça vous aide vraiment à avoir un travail propre bien fini، ما توسخوش كامل الحاله سورتو كي نديروا له الكولورون الاحمر غير طيح لك النقطه خلاص. دونك نعمر لي صابلي. دونك كيما قلت لكم كانوا عندي زوج طلبيات، دونك سبقت بوحده هذوك اللي فيها زوج سنيوات تاع لي صابلي، سبقت بها باسكو هذيك اللي تخرج لا بروميير. دونك فينيت كامل هذوك لي صابلي اللي لصقوهم خاوتي. كاينين كيما قلت لكم اللي درت لهم سكر غلاس، كاينين اللي درت لهم نصف بالكاوكاو ونصف بلي زيكزاك تاع لو شوكولا اتسيتيرا. عمرت سنيوه تاعي مالوغوزمون ما فيلميتش كي عمرت سنيوه، نوري لكم برك تصور كيفاش جاو. ورحت ديريكت يعني بعد ما كملت خليت هذيك البقلاوه ريحت حوالي ساعه كما قلت لكم، رحت ديريكت للتشكيل. بالنسبه للتشكيل نخلي لكم هكا برك تشوفوا الفيديو، يعني ما راحش يسحق نوضح ولا. قسمت كامل لاباط تاعي، قسمتها على من التحت ندير 7 طبقات ومن الفوق ندير 8 طبقات. دونك اون تو قسمتها على 15 كويره، نحاول نديرهم هكا بنفس الوزن كامل باش يعني يجوني بلوز او موان كيف كي نحلهم هكا كامل بلا مايزينا. انا نخدم بلا مايزينا، ما نخدمش بلا ماشين داير. ميم
كانت عندي اون ماشين تكسرت وما خدمتهاش، جو لي با ريباري، دونك نخدم برك بلو غولو وتجيني هايله، ان توكا تجيني مليحه بلا تعب، ومام يجيش السطح تاعها املس. كي نخدم بلا ماشين يجوني هذوك لي شوت ما يعجبونيش بزاف، مام لي كليونط ما يعجبوهمش بزاف، دونك هكا يجي السطح تاع البقلاوه ليس، يجي كامل كيف كيف. دونك هنا بعد ما كملت 7 طبقات التحتانيين، كاينين اللي يخدموا 5، كاينين اللي يخدموا 6، سا ديبون. نوجد الحشو، درتها بالكاوكاو، درت كيلو 200 غرام تاع الكاوكاو محمص ومرحي مخلط بين اللي بالقشور واللي بلا قشور، نزيد له 350 غرام تاع السكر، نخلطو مليح ونرشو هكا بشويه مزهر. كنت زدت له مغرفه صغيره تاع لا مارغارين ولا السمن. علاش درت 350 غرام تاع السكر؟ باسكو كيلو 200 كل تلت كيلات تاع المكسرات تقابلها كيله ناقصه تاع السكر، دونك كيلو 200 قسمتها على 3 مدت لي 400، انا 400 هذيك نقص منها، دونك كيله ناقصه درت 350 غرام تاع السكر. دونك نحطها فوق البقلاوه، نسقمها مليح بالكوبات ونكمل الطبقات الفوقانيه. نخلي لكم تشوفوا الفيديو هكا مسرع كيفاش نشكلها برك بوغ افوار اون ايدي. اللي ما شافوش الفيديو تاع البقلاوه ils vont avoir une idée. هنايا برك هنايا بدلت شويه في الطريقه تاعي لا فيديو السابقه، طبقات تاع البقلاوه درت بيناتهم لا مايزينا ودرتهم هكاك ديريكتومون على شكل ورقه واحده. برك هذه الخطره باسكو راح تبطى البقلاوه هذيك ils vont pas la consommer peut-être sur place, donc en plus c'est une grande quantité quand même. donc كي حليتهم كامل بلا مايزينا، عاودت فرقتهم وعاودت زدت لهم هكا شويه تاع السمن بين كل طبقه وخدها هكا، باسكو السمن راح يخليها تقعد تتقرمش مده طويله. كي تخدموها بلا مايزينا برك في سمانه تبدا تولي طريه، مي كي تزيدوا لها السمن هكا بين كل طبقه واختها تقعد لكم مده طويله وهي تقرمش. فوالا دونك نكملهم كامل كما راكم تشوفوا في الفيديو. كي نكملهم نخليها تريح حوالي 15 دقيقه باش نقسمها، وكي نقسمها نعاود نخليها تريح حوالي ساعه قبل ما نطيبها. نخليها تريح ساعه ونطيبها ديريكتومون. هنا اون بوتيت استوس بالنسبه لي شوت كامل اللي هذوك اللي يقعدوا نحيهم من الاطراف تاع السنيوه، نزيد لهم شويه ما ولا شويه ما زهر، نعاود نعجنهم شويه باسكو يكونوا نشفوا من لا مايزينا وكامل، نعاود نعجنها حتى تولي لي اون بات طريه. نخليها تريح حوالي 2 سوايع 3 سوايع، ولا نخليها في الفريجيدير وتقدروا تخدموا بها القريوش. هذه العجينه تصلح تخدموا بها القريوش، دونك تقدروا تخدموا بها القريوش، تقدروا تخدموا بها الخشخاش، تقدروا تخدموا بها كامل الانواع المعسلات هذوك اللي يشبهوا القريوش هكا باش ما تضيعوش العجينه اللي تبقى لكم. فوالا دونك هنا كما قلت لكم بعد ما شكلتها درتها بهذا لومبورت بياس، قطعتها وبعد ما نقطعها نحط لها السمن. كاين بتتخلي يحطوا لها السمن قبل ما يقطعوها، هي لا لازم بعد ما تقطعوها تحطوا لها اون بون كونتيتي تاع السمن. انا حطيت اون بون كونتيتي كوميم، نمشيها مليح بالبانسو ونخليها تريح كما قلت لكم 2 سوايع 3 سوايع، قد ما تخلوها تريح هي في الصح، قد ما تخلوها تريح قد ما تجيكم مليحه، قد ما تتكمش، قد ما تجيكم بيان فويتي. دونك ماذا بكم اذا تقدروا تخلوها ليله كامله، اذا تقدروا تخلوها نهار كامل، تشكلوها صباح طيبوها في الليل. ماذا بكم انا شكلتها العشيه وطيبتها في الليل كامل. وهنا رحت نوجد لا فارس تاع المقروط. دونك حطيت 3 كيلات تاع الكاوكاو محمص ومرحي، كيله ناقصه تاع السكر، نخلطهم مليح مليح ونطمهم. هنا سيتي لو لوندومان باش نكون واضحه، سيتي لو لوندومان. دونك غد من داك غدا صباحا رحت ديريكت نضت وجدت الحشوه تاع المقروط هكا باش تريح شويه، ورحت للمقروط. هنا كنت خايفه اذا يذوب لي في المقله ولا باسكو خليته كوميم من لونغ بيريود، دونك زدت له مغرفه تاع الفارينه. كنت زدت له 2 مغارف تاع السميد رقيق، مي جي بريفيري نزيد له مغرفه تاع الفارينه هكا بوغ ايتر سور اي سيرتين ما يتشققليش في المقله. اي افيكتيفمون ما تشققليش، ما تفتتليش في المقله. دونك نبدا نطم بالعقل، يعني ما نطمش كامل الكميه. دونك نبدا نحب نخدم انا بهذا لابواط تاع لا مارغارين، ترفد لي قيس يدي شغل باطا ونص، ترفد لي قيس يدي سوا.
دونك نبدا نبسس ونطم بالمزهر. انا نحب كيما نقول لكم اشاك فوا نحب نخدم بالمزهر بيور، ما نخلطلوش الماء، باسكو هذه الحلويات التقليديه يعني نص تاع البنه تاعهم في الريحه هذيك تاع المزهر. دونك بليس المزهر يكون قوي ميو سي انفان بور موا انا. بتاتر كاين اللي ما يحبوش، من المهم دونك نبدا نطم كيما المقروط العادي، نطم بالمزهر حتى نتحصل على عجينه، ما نعجنهاش، نطمها برك، نفتلها كي الكسكس. كي تبدا تطم نبدا نطمها برك. هذه البريستيج نزيد له شويه المزهر بزياده على المقروط العادي. دونك كيما راكم تشوفوا القوام اللي تحصلت عليه، نقسموا دي بول، توزنوهم على حسب المول اللي راح تخدموا به. انا عيني هي ميزاني كيما شفتوا، وزنت بيدي برك، نحكم اون بول هكا في يدي نعرف ابوبري. دونك نحلها، نحط لا فارس على الانتيريور، نعاود نغلق عليها مليح مليح، نحطها هكا في شويه تاع هذاك السميد المخلط بوغ افواغ ليفي هذاك تاع المقروط المحبب من الفوق، ما نحبوش يجي ليس. دونك بوغ افواغ ليفي هذاك تاع المحبب من الفوق، ونديرو في لو مول، نديرو في لو مول اللي راح نخدم به. دونك خدمت هذوما تاع لو كور، وخدمت هذوك لي بريستيج اللي يجو فيهم فوقهم المكسرات. دونك شوفوا القوام اللي تتحصلوا عليه برك. هذا كي تشمخوه بالماء لازم تغطوه بالساشي باسكو ينشف بالخف. دونك تغطوه هكا باش ما ينشفلكمش غابيدمون، وانتم تشمخوا او فور اي ميزور. ما تديرولهاش كامل الكميه تاعكم، ما تديرولهاش كامل المزهر على ضربه. نشكلهم كامل هكذا بنفس الطريقه اللي نخدمهم بهذوما لي كور نخدمهم، واللي نخدمهم بهذاك المدور نخدمهم. انا المقروط ما نحبش نخدمه دفعه واحده ومن بعد نطيبه، لا لا، نحب نخدم ونطيب او ميم طون. شغل اشاك فوا نخدم هكاك 20 حبه 30 حبه، نروح نطيبهم في زيت تكون مسخنه من قبل. لازم يتغطى المقروط تاعي مليح. كنت ندير لا فريتوز من بعد جو مي سي روندو كونط كو كي ندير لا فريتوز ندير بزاف تاع زيت، باسكو لا فريتوز تطلع شويه من الفوق، دونك يبقى بزاف تاع زيت من التحت. دونك وليت نديرها ديريكتومون هكذا ونرفدها بهذا لالوش الكبيره هكا، نحطها بلالوش ونرفدها بلالوش. شوفوا كيفاش يطيب، ما يتشقق ما يتفتت ما والو. شوفوا الزيت كيفاش بقات بون. بيان سور يطيحوا شويه هكا حبات تاع السميد، مي تبقى كيما هي. فوالا نحيهم ديريكتومون، نحطهم فوق في عسل بارد بدون اي اضافات. نغسلهم دو فوا بيان سور. دونك نحطهم في عسل يتشربوا لو طون اللي يبردوا، من بعد نعاود نعسلهم. فوالا انا هذه هي الطريقه تاعي في المقروط. دونك نكمل كامل بنفس الطريقه. فوالا وكما قلت لكم نخلوه يشرب مليح العسيله، ومن بعد نحطهم في سنيوه. نعاود نحط عليهم هكا شويه تاع العسل ونخليهم هكا كي يشربوا مليح مليح. شوفوا قسمت لكم حبه، شوفوا كيفاش يجي على الانتيريور، نشوفوا شحال يجي طري ومعسل، انطوكا يجي بزاف هايل بزاف بنين بالكاوكاو. انا المقروط نحبه بالكاوكاو خير من باللوز، وكامل نحبه بالكاوكاو. شوفوا كيفاش يجي على الانتيريور، انطوكا بزاف هايل. جربوا الوصفه، شوفوا الفيديو السابق، وشوفوا هذه راح تاخذوا كامل لي زاستوس. دونك هنا كملت مع المقروط، درتو كامل كيما قلت لكم، ما صورتش كامل بيان سور باش ما يجيش الفيديو طويل، ديجا راهو طويل. دونك رحت ندير لي ديرنيير فينيسيون في لي غاتو سيك. درت لهم لو كراميل سكر غلاس و لي نوا. وهنا رحت نقطع البقلاوه اللي كنت طيبتها في الليل وعسلتها كيما قلت لكم. المقروط غطيته هكا باش ما يبسش من الفوق. لي صابلي والجلجلانيات كامل طابوا البارح. دونك الجلجلانيات ما صورتش كامل لي ديتاي، خاوتي كما قلت لكم خواتاتي هما اللي داروها. دونك داروها في البيض ومن بعد في الجلجلان كي طابوا داروا لهم العسيله و تحطوا في لي كيسات. دونك نقطع البقلاوه تاعي نحطها في لي كيسات. انا هذه هي اصعب مرحله ليا، يدي خلاص ما نوليش نحس بهم كي نقطع البقلاوه. دونك نعاود لها كامل بلا غاكلات، نحي لي شوت دابور ومن بعد نبدا نحيها بالفرشيطه. تجيني الخدمه سهله، نحيها ديريكتومون في لي كيسات هكا ما ننجقش الحلايتو. دونك نعمرهم كامل في لي كيسات. المقروط تاعي كيف نعمره في لي كيسات يجي معسل مليح مليح. كي نخليه في سنيوه اللي فيها عسل يجي معسل مليح مليح. نعمره في لي كيسات ونروح ندير لا فينيسيون، ندير كامل لي فينيسيون اللي نحط لهم المكسرات، نحط لهم اللي نحط لهم اتسيتيرا الجلجلان نحط لهم. دونك نجيب شويه غلوكوز مع عسيله نحط فيه المكسرات هكا باش يلصقوا، ونعمر المقروط بريستيج والبقلاوه. وهذوما نحط لهم الجلجلان كما راكم تشوفوا. الجلجلانيات تاعي نعمرهم في لي بواط، كاين اللي عمرتهم في لي بواط اون بلاستيك وكاينين اللي عمرتهم في
في لي بواط اون كارطون. هذوك لي صابلي شوكولا بلون ما صورتش كي كنا نديرو لا فينيسيون باسكو اختي كي سونيت اوكيبي هي اللي لصقت لهم كامل لو شوكولا هذاك كامل. هذوما خلاص فينيتهم. هنا عمرتهم في لي بواط اون كارطون، شوفوهم كيفاش يجوا بزاف هايلين. وهذوما لي ديليسونوا كيف فينيناهم وعمرناهم في لي كيسات. وهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاع اليوم ونهاية الطلبية تاع اليوم. نتمنى تخلوا لي رايكم في التعليقات، ونتمنى يكون هذا النوع تاع لي فيديو يعجبكم. انا نحب نشارك هكا معكم تفاصيل باش اللي راهي تبدا في البروجي وكامل تعرف كيفاش تجري الوقت تاعها وتعرف كيفاش تجري روحها. كما قلت لكم الطلبيه هذه وجدناها في ظرف يومين، الحمد لله الحمد لله اللي قدرنا وكملنا في الوقت. نتمنى تخلوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش الضغط على الزر الازرق للاعجاب اذا عجبكم الفيديو. نقولكم الى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.